لما جابوا موسى عليه السلام إلى فرعون، فكل ما يمسك فرعون زي ما نقولوا لعبة، موسى يمسك لحية فرعون ويقعد يكر فيها، يسحب فيها إلى الأسفل تؤذيه، فيتضايق منها ويقول لهم هذا يؤذيني اقتلوه. فتدخلت مرته وقالت له يا مولانا هذا صغير لا يعرف لا الخير ولا الشر، كيف يؤذيك؟ قال لها يؤذي فيا، هذا لازم تقتلوه. قالت لا نحن نديروا تجربة. فجابت طبق فيه جمرة من النار حمراء وحبة حلوى معها. قالت له إن كان ترك النار وخذ الحلوى معناها هو يعرف ومن حقك تقتله، وإن كان هو ما عرفش مسك الجمرة الحمراء وترك الحلوى يبقى معناها الطفل هذا ما يعرفش. قنعتها بهذه الأسلوب. فلما قدموا الطبق اللي فيه النار والحلوى لسيدنا موسى عليه السلام ترك الحلوى وأخذ جمرة النار ووضعها في فمه فلدغتها بالنار، فزي ما نقولوا أصبح ألدغ. كلام اللي طلع فيه